عمرك كنت واقف في مكان وفجأة حسيت إن اللحظة اللي أنت عايشها دلوقتي حصلت قبل كده؟ نفس المكان ونفس الكلام ونفس الإحساس، وتقف للحظة وتقول استنى، أنا عشت الموقف ده قبل كده، بس المشكلة إنك مش فاكر إمتى ولا فين ولا حتى إيه اللي حصل بعدها. مفيش ذكرى واضحة تقدر تمسكها، لكن في إحساس قوي جدا جواك بيقول أنا عارف اللحظة دي. وأحيانا الموضوع بيبقى أغرب، لأنك مش بس بتحس إن اللي بيحصل حصل قبل كده، ممكن تحس إنك عارف الشخص اللي قدامك أو عارف اللي هيحصل بعد ثواني. وعلشان كده ظهرت تفسيرات كتير، يمكن حلمت بالموقف، أو يمكن عشته في حياة سابقة، أو يمكن شفت المستقبل للحظة. لكن في احتمال أغرب من كل ده، ماذا لو أنت ما افتكرتش حاجة أصلا؟ إيه اللي يحصل لو مخك قدر يصنع عندك إحساس الذكرى من غير الذكرى نفسها؟ والأغرب إن العلماء اختبروا حاجة شبه كده فعلا. ناس حست إنها عارفة اللي هيحصل بعد ثواني، والإحساس كان قوي، لكن لما الباحثين اختبروا هل هم فعلا عارفين، ما كانوش أفضل من الصدفة. يعني كان عندهم إحساس المعرفة من غير المعرفة نفسها. فيمكن السؤال الحقيقي مش أنا عشت اللحظة دي إمتى، يمكن السؤال الأغرب إيه اللي يخليك متأكد أصلا إنك فاكر. خلينا الأول نفرق ما بين حاجتين، الذكرى والإحساس بالألفة. لو سألتك فاكر أول يوم دخلت فيه مدرستك أو جامعتك، ممكن تفتكر المكان أو مين كان واقف جنبك، ويمكن حتى تفتكر كنت حاسس بإيه. دي كده اسمها ذكرى، عندك مشهد تقدر ترجع له. لكن أحيانا تشوف حد في الشارع وتحس فورا أنا أعرف الشخص ده. طيب منين؟ شغل ولا مدرسة ولا شفته على الإنترنت؟ مش عارف. يعني عندك إحساس إن ده مألوف، لكن ما عندكش معلومة تقولك ده مألوف منين. والفرق ده مهم جدا، لأن الديجافو ممكن يحصل بطريقة قريبة منه. انت تدخل مكان لأول مرة وعقلك الواعي عارف أنا عمري ما جيت هنا قبل كده، لكن في نفس اللحظة حاجة جواك بتقول لأ، المشهد ده مألوف جدا. طيب إزاي؟ الباحثة آن كليري حاولت تختبر الفكرة دي. تخيل معايا مكان فيه سلم على اليمين وباب قدامك وكنبة كبيرة على الشمال، وبعد فترة تدخل مكان مختلف تماما، مش نفس الألوان ولا نفس الأساس ومش نفس المكان، لكن الترتيب العام شبه القديم. حاجة طالعة على اليمين، فتحة قدامك، وحاجة كبيرة على الشمال. انت ممكن ما تفتكرش المكان الأول أصلا، لكن مخك لقط ان شكل ترتيب العناصر مألوف. وده اللي الباحثين اختبروه باستخدام بيئات افتراضية. كانوا بيعرضوا على المشاهدين مشاهد مختلفة، وبعدين يعرضوا مشاهد جديدة، لكن المشاهد الجديدة كان ترتيبها المكاني شبه مشاهد قديمة سبق وشافوها. والغريب لما المشهد الجديد كان شبه المشهد القديم، المشاهد ما كانش قادر يفتكره بوضوح. وهنا زادت احتمالية انه يحس بالديجافو. يعني ممكن تدخل مكان لأول مرة فعلا وتحس انك كنت هنا، لكن مش لانك كنت هنا فعلا، لكن لان شكل المشهد نفسه فكر مخك من غير ما يقدر يطلع لك الذكرى بتاعت الحاجة القديمة دي. وهنا يبدأ احتمال مثير جدا. يمكن المشكلة مش ان عندك ذكرى غريبة، يمكن عندك احساس بالألفة ظهر من غير مصدر واضح. بس لو الديجافو مجرد احساس، هل يا ترى نقدر نشوف ليه علاقة مباشرة بالمخ؟ وهنا القصة بتدخل لمكان أغرب. هنا دخل في القصة مرض اسمه صرع الفص الصدغي، والاسم ممكن يكون شكله معقد، لكن فكرته ببساطة ان نوبات الصرع عند بعض الاشخاص بتبدأ من منطقة في المخ اسمها الفص الصدغي، والمنطقة دي ليها دور مهم جدا في الذاكرة والمشاعر والتعرف على الاشياء. ولما تسمع كلمة نوبة صرع ما تتخيلش ان لازم الشخص يقع على الارض ويتشنج. ده ممكن يحصل في بعض انواع النوبات، لكن نوبات الفص الصدغي أحيانا تكون أهدى وأغرب. الشخص ممكن يفضل صاحي لكن فجأة يحس بخوف شديد من غير سبب، أو يشم ريحة أو يحس بطعم مش موجودين فعلا. وأحيانا بيحس بديجافو قوي جدا، وده لا يعني إن كل واحد بيحصل له ديجافو يبقى كده هو عنده صرع. الديجافو الطبيعي شائع جدا عند الناس العادية، لكن ظهوره داخل بعض النوبات خلى العلماء يسألوا هل الإحساس بالألفة ممكن ينشأ من نشاط معين داخل دوائر
الذاكرة في المخ، وعلشان يعرفوا مكان بداية النوبات عند بعض المرضى بيحتاج الأطباء فحوص دقيقة جدا، وفي الحالات الشديدة أحيانا بيحطوا أقطاب كهربائية صغيرة داخل المخ، وده لأسباب طبية، ومن خلالها يقدروا يحفزوا منطقة محددة بتيار ضعيف للحظات ويراقبوا الإحساس اللي بيظهر على المريض. وفي بعض الحالات لما تم تحفيز مناطق معينة مرتبطة بالفص الصدغي وشبكات الذاكرة، المريض فجأة وصف إحساس شبيه بالديجافو وقال أنا أعرف اللحظة دي، وفكر معايا في معنى ده. المريض ما رجعش للماضي، ما شافش حياته السابقة ولا اتنقل لكون تاني، كل اللي حصل إن نشاط جزء من مخه اتغير، ومع ذلك ظهر الإحساس أنا عشت ده قبل كده. وده مش معناه إن إحنا كده عرفنا السبب الكامل لكل ديجافو طبيعي، لكنه بيقول لنا حاجة مهمة جدا. إحساس الألفة الغريب ده ليه علاقة فعلية بطريقة عمل المخ، بس هنا القصة لسه ناقصها أغرب جزء، لأن الديجافو ساعات مش بيقولك بس أنا أعرف ده، ساعات بيقولك أنا عارف اللي جاي. وده أكتر جزء خلى ناس كتير تشوف الديجافو كأنه حاجة خارقة. ممكن تكون قاعد مع حد وتحس فجأة أنا عارف هو هيقول إيه، والإحساس بيبقى قوي لدرجة اليقين، لكن بدل ما نعتمد عليه ليه ما نختبرش التنبؤ نفسه؟ وده تقريبا اللي عملته آن كليري وألكسندر كلاستون في تجربة نشرت سنة 2018. المشاركين كانوا بيتحركوا في مشاهد افتراضية، بعضها بيشبه في ترتيبه مشاهد قديمة شافوها من غير ما يفتكروها بوضوح، وفي لحظات معينة كان المسار قدامهم هيكمل وبعدها يلف يمين أو شمال. بس قبل ما اللفة ما تظهر، الباحثون كانوا بيسألوا المشاركين هل حاسس إنك عارف الاتجاه اللي جاي؟ وأثناء الديجافو كان إحساس المشاركين إنهم عارفين الاتجاه كان قوي جدا، لكن لو هم عارفين فعلا لازم إجاباتهم تكون أدق من مجرد إن هم يخمنوا. ولما الباحثون قاسوا ده ما كانوش أفضل من الصدفة، ودي لحظة مهمة جدا، لأن الشخص كان صادق لما قال أنا عارف الإحساس ده، لكن الإحساس دوت مش معناه أنا فعلا عارف. كل ما زاد إحساسك بالألفة ممكن يزيد معاه وهم القدرة على توقع اللي جاي من غير ما تزيد القدرة الحقيقية على التنبؤ. لكن الخدعة مش بتحصل قبل الحدث وبس، أحيانا بتحصل بعده كمان. تخيل معايا ان في التجربة اللي شرحناها المسار لف يمين، وبعد ما شفت اللفة قلت فورا ايوه بالظبط انا كنت عارف ان هو هيلف يمين. فهل كده انت كنت عارف فعلا، ولا بعد ظهور النتيجة مخك خلاها تبدو كأنها كانت توقعك من البداية؟ وفي دراسة في سنة 2019 اظهرت تأثير قريب من ده، واسمه انحياز ما بعد الحدث. يعني الحدث يحصل الاول وبعدها تحس انك كنت عارف ان ده هيحصل. ومع ان التجربة ما كانش فيها معلومة واضحة تسمح بمعرفة اتجاه اللفة مسبقا، لكن زاد اثناء الديجافو شعور بعض المشاركين بعد ظهور النتيجة ان ده بالظبط اللي هم توقعوه. يعني قبل الحدث انا حاسس اني عارف، وبعده شفت انا كنت عارف. وفي الحالتين القياس ما وجدش معرفة حقيقية بالمستقبل. طيب وايه اخبار الاحلام؟ في ناس تقول لي كل ده تمام، بس انا حصل لي موقف وكنت متأكد اني حلمت بيه قبل كده. ودي تجربة ليها اسم قريب اسمه ديجاريفي، يعني تقريبا معناها انا حلمت بده قبل كده. وفي بعض دراسات التحفيز الكهربائي للمخ في مرضى وصفوا ان هم بيتذكروا احلام قديمة او احساس قوي ان اللحظة اللي هم فيها دي مرتبطة بحلم. ممكن موقف دلوقتي يصحي عندك ذكرى حلم قديم، لكن هنا لازم نفرق ما بين جملتين. الموقف ده فكرني بحلم، وان اذن الحلم ده كان بيوريني المستقبل. الاولى بتوصف تجربة في ذاكرتك، اما التانية فبتدعي معرفتك بالمستقبل، ودي محتاجة دليل مستقل. ونفس الشيء ينطبق على فكرة ان انا عشت الحياة دي قبل كده. قوة الديجافو ان هي بتثبت ان الاحساس ده قوي، لكنها مش بتثبت ان التفسير اللي اخترناه ده صحيح. بس هنا لازم ناخد بالنا من حاجة، ده لا يعني ان العلم عرف كل حاجة عن الديجافو. لحد النهاردة مفيش تفسير واحد بسيط ومتفق عليه يشرح كل حالة ديجافو عند كل إنسان. احنا عندنا قطع من الصورة، الألفة والذاكرة ليهم دور، وتشابه المشاهد أو تغيير النشاط في بعض دوائر المخ ممكن يساهم في التجربة. ونعرف إن الديجافو ممكن يصاحبه إحساس زائف بالتنبؤ.
لكن هل كل ديجافو سببه نفس الآلية بالظبط؟ مش بالضرورة، وفي تفاصيل لسه البحث بيحاول يوصل لها، وده مهم جدا لأن في فرق بين جملتين العلم لسه ما عندوش تفسير كامل، وإذا التفسير اللي اخترعته أكيد صح. الأولى اعتراف محدود بمعرفتنا، أما التانية قفزة من غير دليل. ويمكن هنا الديجافو يفتح لنا سؤال أكبر بكتير: ليه حسيت بالإحساس ده؟ وإمتى يتحول الإحساس عندي إلى ادعاء إني عارف؟ وهنا القرآن بيحط فرق مهم جدا بين ان الانسان يشعر او يظن وبين ان الانسان يعلم. ربنا قال: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. المعنى هنا مهم، مش مطلوب منك انك ما تحسش، انت بشر، هتحس وهتشك وهتندهش، وممكن تمر عليك تجربة غريبة جدا وما تعرفش تفسرها. لكن في فرق ما بين أنا حاسس إن ده حصل قبل كده وبين أنا عارف إن ده حصل قبل كده. الجملة الأولى بتوصف اللي جواك، أما التانية فبتقول حقيقة عن العالم، والحقيقة محتاجة دليل. وده في حد ذاته نوع من التواضع، إنك تعترف إن مش كل اللي أنت بتحس بيه تعرف حقيقته، وإن قوة اليقين جواك مش دايما معناها قوة الدليل بره. والقرآن بيحط قاعدة واضحة جدا. ربنا قال: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. والآية هنا مش تفسير علمي للديجافو، لكنها بتعلمنا ميزان مهم في التعامل مع أي تجربة غامضة. ما تحولش إحساسك لوحده إلى معرفة، وما تختارش تفسير لمجرد إنه مدهش أو لإنه التفسير الأقرب لنفسك. وده بيبقى أهم لما الإحساس يتحول إلى أنا عارف اللي هيحصل. لأنك لو قلت أنا كده بشوف المستقبل، فأنت ما عدتش بتوصف إحساسك، أنت بتقول إن عندك معرفة بحاجة لسه ما حصلتش. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وده مش معناه إن الإنسان ما يقدرش يتوقع، إحنا أصلا بنتوقع طول الوقت. لو شايف سحاب أسود ممكن تقول المطر قرب. احنا حتى في اشغالنا دايما بيبقى محطوط لنا تارجت، وده في حد ذاته توقع، لكنه مش علم غيب، ده توقع مبني على معلومات قدامك. لكن ان مجرد احساس داخلي يخليك تقول انا شفت المستقبل، فدي قفزة اكبر بكتير. والغريب ان التجارب اللي شفناها بتدينا مثال واضح جدا ان الانسان ممكن يقول بمنتهى الصدق انا حاسس اني عارف، ولما نختبر المعرفة نكتشف ان اللي موجود فعلا هو الاحساس لكن مش المعرفة. فيمكن الديجافو مش بيتكلم عن الماضي دلوقتي. ارجع لأول لحظة في الفيديو، انت واقف في مكان وفجأة كل حاجة تبدو كأنها مألوفة، الصوت والكلام وشكل المكان، وتقول أنا عشت اللحظة دي قبل كده. لكن بعد الفيديو ده ممكن الإحساس نفسه ما يتغيرش، ممكن المرة الجاية يحصل لك ديجافو وتفضل تحس بنفس الغرابة ونفس الألفة ونفس اليقين، لكن جملة واحدة بس ممكن تتغير. بدل أنا عارف إن ده حصل قبل كده تبقى أنا حاسس إن ده حصل قبل كده. فرق بسيط جدا في الكلام لكن كبير جدا في المعنى، لأن إحساسك ممكن يكون حقيقي بنسبة 100%. أنت فعلا حسيت بحاجة غريبة، لكن صدق الإحساس مش معناه إن أول تفسير جه في بالك لازم يكون صح. ودي مش فكرة تخص الديجافو بس. كم مرة حكمت على شخص لأنك كنت حاسس إنه كان قصده وحش، وكم مرة خفت من حاجة لأنك حاسس إن هي هتحصل، وكم مرة قلت أنا متأكد مع إن كل اللي كان عندك مجرد إحساس قوي. يمكن الديجافو مش رسالة من الماضي ولا نافذة من المستقبل، يمكن هو لحظة صغيرة جدا بتورينا حاجة كبيرة جدا عن العقل البشري، إنه ممكن يعرف وممكن يخطأ وممكن أحيانا يشعر بالمعرفة قبل ما يمتلكها. وعلشان كده لما المرة الجاية يحصل لك ديجافو، بدل ما تسأل أنا عشت اللحظة دي إمتى، جرب تسأل نفسك هو أنا عارف فعلا ولا أنا بس حاسس إني عارف؟ والفرق بينهم يمكن أهم من الديجافو نفسه. وأحب أختم كلامي بكلام ربنا سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. سلام عليكم.